السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم. امبارح الدنيا مقلوبة على تشكيل مجالس إدارات البنك الأهلي المصري وبنك مصر. اشمعنى المرة دي؟ ما دايما بيجي مجلس إدارة يمشي مجلس إدارة، ما فيش الكلام ده يعني. المرة دي لأن هيحصل حاجة مختلفة وفقا للأخبار اللي منشورة في كل المواقع على لسان مصدر مسؤول، هي مش رسمية لحد دلوقتي، على أساس يعني إن المصدر ده جاب كل الصحفيين وقال لهم خد المعلومه دي في سرك، انت وانت 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 وانت، ونزلوها. لو بيان رسمي طلعوه بيان رسمي، لو مش رسمي ما كانش ليها لازمه التسريبات دي. ما علينا. الاخبار اللي نازله كلها بتقول ان طبعا المفروض الاستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري هو اللي بيرشح مجالس ادارات البنوك العامه، وبيعرضها على دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي هو اللي بيطلع بيها القرار. فمن امبارح طلع كلام او منشور كلام او منشور اخبار على مواقع بتقول ان الاستاذ هشام عكاشه رئيس البنك الاهلي المصري هيسيب البنك الاهلي المصري ويمسك رئيس بنك مصر، والاستاذ محمد الاتريبي رئيس بنك مصر هيسيب بنك مصر ويمسك رئيس البنك الاهلي المصري. هيبدلوا يعني. ليه؟ ده التحايل على القانون بقى. تقرير نازل بيقول ان المفروض وفقا لقانون البنك المركزي الرئيس التنفيذي لأي بنك يمسك 3 دورات، ما يمسكش أكتر من 3 دورات متتالية بحد أقصى 9 سنين، وهم كده بقالهم 9 سنين أو 9 سنين وشوية، وبالتالي لازم يخلوا المنصب بتاعهم أو يمسكوا منصب جديد. فيعملوا إيه بقى؟ ما عندناش إحنا، خلاص خلصت، مفيش ناس كفء في أي بنك. فيقول لك طب وإحنا هنشيلهم ليه؟ خلاص مش القانون بيقول كده؟ طيب يا سيدي هنشيلك من البنك الأهلي بس هنوديك بنك مصر، وانت يا سيدي هنشيلك من بنك مصر بس هنوديك البنك الاهلي. ده اسمه كلام؟ خلاص ما عندناش حد، خلصت خلاص. ما علينا. اعتراض على الحته دي ان احنا اكيد عندنا ناس يعني تستحق ان هي تمسك رئيس البنك الاهلي او رئيس بنك مصر. دم جديد، دم جديد، ده عمل اللي عليه وده عمل اللي عليه وخلاص. لكن ما علينا برضه. تجربتي انا عميل في البنك ده وفي البنك ده، في البنكين، عشان كده طالع يعني اتكلم من خلال تجربتي، ماليش دعوه بحد، ممكن يكون دي تجربه شخصيه. اللي انا شايفه السنين الكتيره اللي انا كنت عميل فيها في البنكين بتقول ان الاستاذ محمد الاتريبي لا يصلح لرئاسه البنك الاهلي المصري، وبتقول ان الاستاذ هشام عكاشه طالما مصرين ان انتوا تسيبوه لا هو يصلح لرئاسه بنك مصر. لو الاستاذ هشام عكاشه جه بنك مصر هيحركه وهيحرك الموظفين اللي فيه وهيشغلوا. لكن الاستاذ محمد الاتريبي لو راح البنك الاهلي المصري اعتقد الازمات اللي انا كعميل شايفها في بنك مصر هتتنقل لبنك الاهلي المصري. هتقول لي ازمات زي ايه؟ هقول لك انا عميل هنا وهنا وشايف الخدمات هنا والخدمات هنا وبقارن، وشايف لو وقعت في مشكله هنا بتتحل في قد ايه وقت في البنك الاهلي، ولو وقعت في نفس المشكله في بنك مصر بتتحل في وقت قد ايه. خلي بالك. عشان كده انا بقيسها بده. انا كعميل مش هيفرق معايا يعني لو هشام عكاشه مسك بنك مصر او محمد الاتريبي مسك البنك الاهلي، مفيش حد من دول هيجي الصبح يقول لك يلا حلاوه بقى ما انا مسكت البنك ده ولسه جاي جديد اصرف يا عم للعملاء اللي عندي شهرين مكافاه. اكيد مفيش الكلام ده. اعمل لهم يا عم شهادات ب 50% فايده، ب 40% فايده، برضو اكيد مفيش الكلام ده. صح كده؟ لكن انا كعميل بستفيد بايه من البنوك دي؟ بستفيد بالخدمات، بستفيد لما اقع في مشكله بتتحل بسرعه ولا لا، بستفيد لما اروح اسحب من الفيزا الدنيا بتبقى سهله وبلاقي فلوس ولا لا، بلاقي مكان كتير في الشوارع ولا لا، لو حطيت فلوس وما سمعتش بتصل بالبنك بيحل لي المشكله في وقتها ولا بيطلع عيني ويقول لك اصبر 7 ايام و10 ايام وقصص كده. هي دي الخدمات اللي انا بستفيد بيها. لكن ماديا اكيد مش بستفيد بحاجه. في الاول وفي الاخر البنك الاهلي المصري او بنك مصر الاثنين دي اذرع البنك المركزي اللي بيحارب بقى التضخم. التضخم يعلى فيلا خش يا بنك يا اهلي انت وبنك مصر اعملوا لنا شهادات ب 27%، ب 30%، ب 25%، ايا كان، عشان يحارب التضخم. فالشهاده اللي هتلاقيها هنا هي اللي هتلاقيها هنا. ماديا انت مش مستفيد بحاجه. شالوا قلضوا حطوا امين واحد. لكن كخدمات بتفرق من رئيس بنك يعرف يدورها صح، ما يخليكش تحس بأزمات، وواحد تاني انا شايف اللي انا قلته، خايف من المشاكل
اللي بنشوفها في بنك مصر تتنقل للبنك الاهلي المصري لو مسكوا الاستاذ محمد الاتربي. ويفضل الاثنين يتشالوا، لا هشام عكاشه يجي من هنا لهنا ولا محمد الاتربي يجي من هنا لهنا. شوفوا دم جديد، الناس بقى لها 9 سنين ولا 10 سنين. شوفوا غيرهم. ليه التحايل على القانون؟ ليه عشان يعني عدى عليهم 9 سنين قانون البنك المركزي بيقول لا يسمح للرئيس التنفيذي لاي بنك انه يقعد اكتر من 9 سنين او 3 دورات متتاليه ان هو يفضل في مكانه. ليه تتحايلوا على ده وتجيبوا ده مكان ده وده مكان ده؟ احنا كده خلاص طلعنا من الثغره دي، الثغره بتاع القانون خلاص استغليناها وبدلنا، ده يمسك هنا وده يمسك هنا. مش صح. في ناس كفء هاتوهم يشتغلوا. لو اتكلمنا بالارقام كمان بعيدا عن الخدمات هتلاقي ان هشام عكاشه رئيس البنك الاهلي، طبعا انا مش بجامل هشام عكاشه، انا بقول اهو لو مضطرين خلاص هاتوا هشام عكاشه يمسك رئيس بنك مصر، هيحركوا وهينطقوا، لكن يفضل دم جديد، يفضل ده. لكن محمد الاتربي ما ينفعش يمسك رئيس البنك الاهلي. طيب اصول بنك مصر في فتره تولي محمد الاتربي اصولها قفزت كام في المية؟ 811%. تجاوزت كام؟ 2.5 تريليون جنيه. ده امتى؟ في نهايه سبتمبر 2023. طيب البنك الاهلي المصري في فتره رئاسه هشام عكاشه الاصول وصلت كام؟ الاصول وصلت 5 تريليون او تجاوزت 5 تريليون جنيه في نهايه سبتمبر 2023. يعني زادت كام؟ 1268%. ده بالارقام. طيب ارباح بنك مصر كام؟ سجلت اكتر من 39 مليار جنيه في ال9 شهور الاولى من 2023. ده بنك مصر. طيب مقارنة بكام؟ ب4.2 مليار جنيه في يونيو 2015. طيب البنك الاهلي المصري بقى، انا بتكلم بالارقام عشان ما حدش يقول ده انت بتشخصن المواضيع. البنك الاهلي المصري ارباحه سجلت اكتر من 50 مليار جنيه في خلال ال9 شهور الاولى من 2023. مقارنه بكام؟ عشان ما تقوليش ما يمكن كان مقارنه ب 20 مليار مثلا، لا، مقارنه ب 3.7 مليار جنيه في نهايه يونيو 2014. يعني ده استلمها نفس تقريبا معدل الارباح زي ده. يمكن كمان البنك الاهلي كان ارباحه اقل، كان 3.7 مليار، بقت في عهد هشام عكاشه اكتر من 50 مليار. التاني نفس القصه، محمد الاتربي كان ارباحه 4.2 مليار، بقت حوالي 39 او اكتر من 39 مليار جنيه. انا هنا بقيسها بالارباح وبقيسها بالاصول. البنك الاهلي المصري نجح ان هو يزود في قيمه اصوله ويزود في الارباح اكتر من بنك مصر. في الاول وفي الاخر انا لا واخد من ده حاجه ولا واخد من ده حاجه، لا واخد من ده اعلان ولا من ده اعلان، ولا ده هيعمل لي شهادات على جنب كده بفايده 100% ولا اي حاجه خالص. بس انا بقول كلمه حق. في الاول وفي الاخر برضو طالما انت بتعمل 50 مليار جنيه في 9 شهور ولسه السنه ما عدتش كمان، يعني مش في سنه، ده في 9 شهور، وانت بتعمل 40 مليار او 39 مليار في 9 شهور، زودوا عدد الفروع وزودوا عدد المكن اللي في الشوارع بتاع الاي تي ام، ريحوا الناس. ما ينفعش تدخل فرع هنا بقى سواء ده او ده، سواء البنك الاهلي المصري او بنك مصر، ما ينفعش تدخل فرع في ده تلاقي دورك رقم 200 و300 وقاعد قدامك 100 واحد ولا 200 واحد. ليه؟ ما تزود في الفروع يا سيدي. عندك منطقه فيها زحمه وانت عامل فيها دراستك، عامل فيها دراساتك، وعارف ان الحته دي، المنطقه دي زحمه فيها عملاء كتير، افتح لك فيها 3 4 فروع تاني. ايه المشكله؟ ما هو كله من فلوس الناس. هي الارباح دي منين؟ ما هي مني ومن غيري. زود المكنه الاي تي ام، بدل ما اقعد ادور في الشوارع على مكنه عشان اسحب منها وما تخصمش مني فلوس عشان انا مش العميل بتاعها، زود لي مكنه الاي تي ام في الشوارع. طالما بتكسبوا ادي للناس حقها، ما تتعبوش الناس، انتوا بتشتغلوا بفلوس الناس. في النهايه ربنا يولي من يصلح، وتقبلوا تحياتي سمير طنطاوي، والسلام عليكم ورحمه الله.